السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد السيد الاسم ديالو سعيد. هاد السيد هذا عبدي من مدينة آسفي، عنده الأسرة ديالو كتكون منه هو والزوجة ديالو وبنت ولد اللي كانوا متقاربين في السن. البنت كان في السن ديالها 18 سنة، والولد كانت عنده 20 سنة. هاد سعيد هذا قبل ما يتزوج ويتزادوا عنده هاد الوليدات، كان واحد الشخص اللي مبلي وكيدير جميع أنواع الموبقات، ولكن كانت جات واحد الفترة من حياته، وخاصة لما غادي يتوفى واحد صاحبه بكسيدة بموتور. فسعيد كان حضر معهم الدفن ديال هاد صاحبه، ومن تماك سعيد تبدلات حياته، وغادي بعد على كل شيء داكشي اللي كان كيدير. غادي يولي واحد الشخص اللي متدين، وولا العمل ديالو كيبيع ويشري في الديسير. من بعد سعيد غادي يتزوج وهو عنده 25 سنة. فلما تزوج سكن بنفس المدينة، مدينة آسفي. كانت عنده شي بركة ديال الفلوس، رهن واحد الشقة وسكن فيها وهو ومراته، وبطبيعة الحال تزاد عندهم الولد، ومن بعد غادي تزاد عندهم البنت. سعيد ما كانش باغي ولادو يطلعوا كيف ما كان هو شحال هذا، يعني ما كانش باغي ولده حتى هو يكون خارج الطريق وعطاه غير البليه ورفقاء السوء، والبنت حتى هي تكون شي بنت اللي خارجه الطريق. لا، سعيد كان باغي ولادو يكونوا متربين وتكون الاخلاق ديالهم اخلاق حسنه. فداك الشيء علاش كان هو شديد في التعامل معهم، يعني كان مزيرهم. ولكن رغم ذلك، رغم انه كان مزير عليهم وكان حاضيهم، فما غاديش يخرجوا كيف ما هو كان باغي. الدري ما غاديش يكمل قرايته، وخرج من القرايه بعد ما كان فاشل في الدراسه ديالو. فسعيد باش هاد الدري هذا ما ينحرفش كليا وما يمشيش البليه ورفقاء السوء، غادي يزيدو يخدم معاه في الكروسه ديال الديسير. اما البنت بقات كتقرا. من بعد هاد سعيد هذا غادي يدير لولدو حتى هو كروسه ديالو بوحدو، كروسه ديال الديسير غادي يولي خدام فيها. وبطبيعه الحال غادي نوليو خدامين هما بجوج داخل مدينه اسفي كلها، وغيكون شاد شي مكان عنده الكروسه ديالو كيبيع ويشري في الديسير. استمرت الحياه، غير هو المشكل غادي يجي من جهه البنت. هاد البنت هادي ما كانتش متبته كيف ما كنقولوا، وهاد البنت لما يعني كبرات شويه وحسات براسها كيف ما كنقولوا، غادا تعرف على واحد الولد من نفس الحي فين كيسكنوا، ولات كتمشي لعندو ملي ما كيكونش الاب ديالها وخوها، كاينه غير امها في الدار، كتقول لها اي حاجه، انا غادا عند صاحبتي، غادا هنا غادا هنا. المهم كتكذب عليها وكتخرج من الدار وكتمشي عند داك الولد. ولان البنت كانت مازال كتقرا، فالام ديالها كانت كتقول عادي، راه يمكن غادا عند صاحبتها على ود الدراسه او يحفظوا مع بعضياتهم. والكارثه ان هاد البنت هادي كانت كتخرج بالليل مع 8 9 ونص ديال الليل، كتخرج كتمشي تلاقى مع داك الشخص اللي تعرفات عليه في الحي فين كيسكنوا. ولانه هاد البنت هادي كان الاب ديالها والاخ ديالها كيتعطلوا عاد كيرجعوا للدار، يعني كانوا كيرجعوا للدار حتى ل 11 ونص ديال الليل، فهي كانت كتلقى راحته وكدير ما بغات. الام ديالها ساكته، يعني كتيق داك الكذوب اللي كانت كتكذب عليها. الاب والاخ ديالها خدامين ما في خبارهم ما يتعاود، والبنت كانت مستغله ديك القفوزيه ديالها والكذوب ديالها في هذا الشيء، وكتمشي لعند الخليل ديالها. البنت كيف ما قلت لكم كان في السن ديالها 18 سنه، ولكن السيد اللي جمعته بها ديك العلاقه فراه كان عنده 30 سنه. كانت كتخرج كتمشي لعنده في الليل، كيمشيو لشي بلاصه اللي كتكون مظلمه، بلاصه اللي غاديين يلقاو راحتهم فين يجلسوا مع بعضياتهم. هاد البنت غادي تبقى مع هاد السيد هذا ما يقارب سنه، واستمرت ديك العلاقه حتى غادي يجي النهار اللي هاد البنت هادي غادي تكتشف باللي هي حامله. بطبيعه الحال غتمشي عند السيد وغتقول ليه باللي هي حامله. شنو المعمول دابا؟
والسيد ما غادي يخسر عليها والو. قال لها غادي تحيديه. البنت غادي تقول لي علاش غادي نحيدو وحنا متفقين على الزواج، انت موعدني انك غتمشي لدارنا وغادي تخطبني من عند والدي وغادي نتزوجوا. فهنا هاد السيد هذا اشنو غيقول لها؟ يقول لها انت حيديه وغادي نتزوجوا بحجه انه خاصو غير شويه الوقت بما وجد راسو، وهي كرتها غادي تبان، يعني اللهم تحيدوا اللهم نتخلصوا منه. وطبيعه الحال هاد البنت هادي ما تعقدش بيه وقالت ليه ما نحيدوش، جي لدارنا ولا غادي نقول لهم كلشي وغادي ندعيك واللي بغات توقع توقع. هنا هاد السيد هذا غادي يخاف على راسو وغادي يسكتها وغادي يراضيها وغايقول لها صافي ما غادي يكون غير الخير وغادي نجي لداركم وغادي نخطبك. البنت فرحات لانه واخا وقع لها المشكل السيد كيقول بلي غادي يمشي يخطبها وغادي يتزوج بها، يعني راه صافي المشكل غادي يتحل، ما عندها لاش تخاف. غدوز تقريبا 3 ايام وغادي يعيط ليها وغيقول لها نتلاقاو. غير هو الوقت كان معطل، كان تقريبا 10:30 11 ديال الليل. قالت لي ما نقدرش راه با خويا قراب يدخلوا للدار. قال لها غير جي لعندي بالزربه غير نقول لك 2 كلمات ورجعي للدار ديالكم، واصر عليها انها تمشي لعنده. هنا البنت كدير نفس الحاجه، كتنوض وكتكذب على الام ديالها وقالت لها انا غادا عند صاحبتي فلانه نجيب من عندها شي حاجه ونرجع دابا. قالت لها امها راه باك قريب يدخل، والبنت كتقول لها انا دابا غادي نكون في الدار. خرجات مشات لعندو، غادي يتلاقاو وغادي يمشيو لنفس البلاصه اللي موالفين كيمشيو ليها واللي بعيده على اعين الناس. فشنو غيدير هاد السيد هذا تماك وبغفله من البنت؟ غادي يجبد موس وغادي يطعنها في البطن ديالها كثر من مره وخلاها طايحه تماك ومشى بحالو. وطبعا السيده ما شافها حد، بقات كتنزف في بلاصتها حتى ماتت. ملي غادي يجي الاخ ديالها والاب ديالها للدار دخل، كتبان لهم الدريه ما كايناش في الدار. كيسول امها كتقول لهم راه مشات غير عند صاحبتها فلانه غتجيب من عندها شي حاجه وغتجي. وبطبيعه الحال الاب غادي خاصم على الام لانها خلات بنتهم تخرج من الدار في ديك الوقت، وتقريبا راه كانت 11 ديال الليل ديك الساعه. صيفط ولدو قال لي سير شوف اختك. مشى عند صاحبتها سول عليها، صاحبتها كتقول لي راه ما جاش لعندي. فهنا غيوقع المشكل، بداو كيقلبوا على البنت فين هي ما فين هي. مشى الاب ديالها بلغ على الاختفاء ديالها، لما ما لقوهاش يعني قلبوا في ديك الحي كامل البنت ما كايناش. الاب ديالها مشى بلغ عند البوليس خداو من عنده المعلومات الضروريه. السيد رجع بحالو للدار. ملي رجع للدار بقاو كيقلبوا عليه، يعني ماشي مشاو جلسوا كيتسناو حتى البوليس يشوفوا شنو غيقولوا لهم، واش غيلقاوه ولا ما يلقاوهاش. ولكن اللي غادي يوقع شي دراري من داك الحي ملي سمعوا باللي ديك البنت راه اختفات ووالديها مشاو بلغوا البوليس وراه كيقلبوا عليها، هاد الدراري هادو عارفين باللي بديك العلاقه اللي ما بين هاد البنت هادي والسيد اللي كانت معاه، يعني عارفين شنو كيوقع بيناتهم وعارفينهم البلاصه اللي هما كيمشيو ليها. فهاد الدراري مشاو نفس البلاصه كيقلبوا حتى غادي يلقاو السيده طايحه تماك وغارقه في الدم ديالها. غادي نرجعوا وغادي نخبروا الاب ديالها مشى وفعلا كيلقى بنته مقتوله في ديك البلاصه اللي كانت عباره على قطعه ارضيه صغيره داير بها واحد السور كاع ريب، وبالقرب منه كانوا فياجات ديال التراب محطوطين تماك. وطبعا البنت كانت مدرقه وما كاينش كيفاش غادي يشوفها شي حد. داكشي علاش المجرم استغل ديك المساله وقام بالعمل الاجرامي ديالو. الاب ملي لقى بنته في ديك الحاله علم البوليس اللي كينتقلوا على المكان، داروا المعاينه ديالهم رفقه تقنيين مسرح الجريمه وغادي يبدا البحث القضائي. هنا البوليس ملي سولوا الاب كيفاش حتى لقيتوا بنتكم بهذا المكان، غادي يقول لهم باللي راه دراري ديال الحي هما اللي لقاوها هنا وجاو لعندي وقالوا لي باللي بنتك راه لقيناها مضروبه بهذا المكان هذا. البوليس كيسولوا الدراري اللي لقاوها كيفاش حتى عرفتوا باللي البنت غادي تكون هنا وكيفاش حتى جيتوا هنا ولقيتوها. هاد الدراري كيقولوا داكشي اللي عارفين، كيقولوا باللي راه هاد البنت هذه حنا عارفينها
كانت في واحد العلاقه غير شرعيه مع واحد الدري، وراه كيجيو لهنا شحال من مره ومره. من بعد هذا الكلام ولا واضح للبوليس باللي داك السيد اللي كانت كتجي معاه هنا راه هو المشتبه به الرئيسي في ارتكاب هاد جريمه القتل. البوليس كيسولوهم شكون هو هاد السيد وفين كيسكن، وقالوا لهم باللي سميتو ايوب وكيسكن غير هنا قريب. من بعد ما تخبرات النيابه العامه المختصه باخر التطورات كيتم نقل الجثه للمشرحه، وبناء على التعليمات ديال النيابه العامه توجه الفريق المكلف بالبحث المنزل المدعو ايوب. غادي نلقاوه في الدار ديالهم، غادي نعتقلوه، واثناء التفتيش ديالهم في الدار ديالهم يعني كيقلبوا ربما يلقاو مازال مخبي عنده سلاح الجريمه او يلقاو شي دليل اللي غادي يثبت عليه هاد التهمه هذه، فما لقاو والو. ولكن كيكتشفوا على انه هاد الولد هذا كان جامع الحوايج ديالو في واحد الصاك، يعني السيد كان معول انه في ديك الليله يخوي المنطقه. وكيقولوا لي البوليس فين كنتي ناوي تمشي؟ وقال لهم غير بغيت نمشي نسافر غير هنا وصافي، هادشي اللي كاين. واخا سيدي ما قلتي عيب. غادي ياخذوه معاهم المركز، واثناء البحث غادي ينكر على انه هو اللي قتل ديك البنت، رغم ان البوليس وضحوا ليه باللي هما راه عرفوا من عند الشهود باللي كان في علاقه غير شرعيه مع ديك البنت، وباللي الناس قالوا على انه هو اللي كانت كتمشي معاه المكان فين تلقات مقتوله. رغم هذا الشيء فالسيد كيقول لهم ماشي انا اللي قتلتها، وكيكملها وكيجملها وكيقول لهم باللي هي كانت كتعرف شحال من واحد من غيري انا وكانت كتمشي معاهم من نفس البلاصه. يعني هذا المتهم هذا كان كيحاول ما امكن يدير فيها قافز ويحاول يبعد عليه التهمه، ولكن اللي غادي يخليه يغير الاقوال ديالو وهو لما البوليس غادي يتوصلوا بتقرير الطب الشرعي اللي من خلاله غادي نعرفوا سبب الوفاه، وغادي نعرفوا مده الوفاه التقريبيه، وغادي نعرفوا على انه البنت كانت حامله، وهذا هو الاهم. الخبر اللي كان صادم للجميع خصوصا العائله ديالها. طبعا هنا البوليس لما غادي يبحثوا مع المتهم غادي يبحثوا معاه بخصوص هذه المعلومه بالضبط. غادي يقولوا ليه انت غير باش تهنى من الزبله ديالك قتلتي ديك البنت لانها كانت حامله منك. حاول مره اخرى انه يدير فيها قافز ويعاود ينكر، ولكن البوليس كيخبروا على انه من الاحسن يعترف. علاش؟ لانه مادام ان البنت كانت حامله راه كاين كيفاش يثبتوا على انه هو سبب في الحمل ديال الضحيه، وهنا طبعا ما بقى عنده فين ينكر شي حاجه. وبطبيعه الحال غادي يعترف في اخره المطاف بجميع الوقائع اللي ذكرنا في هذه القضيه، وطبعا كيتم تقديمه امام العداله بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار، وكيتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. مستمعينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه. كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه المسطره بوضوح. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، احبكم في الله، والى لقاء اخر.